اي مشهد في اي فيلم في اي برنامج باب جديد انك تفتح حوار مع ابنك وبنتك. الحقيقة ان التعليم كرهنا في التعلم. طرق التعليم اللي بنتعلم بيها هنا في الحتة اللي حوالينا دي بتعلمنا بطريقة تخلي الواحد يبقى كاره التعليم. طول ما احنا ما وراناش غير المذاكرة، طول الوقت قاعدين على الكتاب، ملخصات واكوام قدامنا عايزين نخلصها. الاسلوب ده بيوصلنا احنا واولادنا انه احنا قفلنا اصلا من التعلم، مع ان التعلم ده قيمة في غاية الجمال. حقيقي بجد من غير ما تضحكوا عليا، ان انت تقعد تتعلم وتقعد تدور في الحاجات وتقعد تفحص في الامور، ما تاخدش الموضوع كده خلاص اعتباطا واي حاجه تتقال تبقى هي اوكي. الموضوع ده لذيذ جدا، الموضوع ده بيفتح دماغنا قوي، بيخلي الواحد عنده افكار جديده، عارف يستمتع بحاجات ما كانش بيستمتع بيها قبل كده. في وقت من الاوقات ما كنتش عارفه اي حاجه عن الزرع الصراحه، بس جوزي بيحب الزرع جدا، فعمري ما فكرت ان انا اتعلم عن الزرع، عمري ما فكرت ان انا غير الفارماكولوجي، دي حاجه تاني خالص. لكن الحقيقه انك تبتدي تتعلم حاجه جديده وتتامل فيها دي حاجه ممتعه جدا. اللي بيقفل ولادنا من التعليم او من القرايه او من ان احنا نمسك معاهم كتب او ناخدهم ونزور زياره للمكتبه، لو قلت لابنك كده هيضحك عليك ويتخانق معاك. انما الموضوع ده يبتدي ازاي؟ الموضوع ده يبتدي بانه انت يبقى عندك كتب في البيت، انه انت تبقى رامي الكتب قدامه في البيت في كل حته، انه انت تبقى بتمسك كتاب وتفتح قدامه الكتاب. دي حاجه تساعده جدا ان هو يتعود على ده، ما يحسش ان هي حاجه غريبه، ما يحسش ان هي حاجه مرتبطه بضغطه المدرسه، مرتبطه بزنقه المذاكره. لا، دي حاجه طبيعيه جدا في يومنا، زي الاكل والشرب والنوم والتلفزيون والموبايل وكل الحاجات الباقيه اللي احنا اوريدي بنعملها. فحاجه من اهم الحاجات اللي نبتدي بيها الحوار مع اولادنا انه احنا نبقى قدامهم قدوه. الموضوع ده صعب وبيربينا في حاجات كتير، بس الحقيقه دي حاجه بتاثر فيهم قوي. فاذا فكرنا ان احنا نبتدي نتحاور معاهم او نتكلم معاهم، اهم حاجه نبتدي بيها ثقافتنا احنا الشخصيه. انا اعرف ايه اصلا عن الموضوع اللي انا عايزه احكي مع ابني فيه. يعني انا لو ابني بيحب الكوره، انا اعرف ايه عن الكوره عشان اعرف احكي معاه فيه. لو ابني بيحب الديزايننج مثلا، هتلاقيه كل شويه طالع لك بفكره جديده، هو مش هيجي كل يوم يكلمك في نفس الحاجه، هو هتلاقي كل شويه عنده حاجه جديده عايز يتكلم عنها. اتس اوكي، اسمعوا حتى لو انت ما تعرفش عن الموضوع، حتى لو انت شايف الموضوع لا ده جديد، لا دي تقليعه من تقليع جيلكم، لا اسمعوا وخد منه الكلام ودور انت فيه بعد كده. سكراتش كده، افتح ابتدي سيرش جوجل، اكتب التوبيك اللي هو قالك عليه، شوف الموضوع ده الناس بتقول عليه ايه. ثقافتك مهمه جدا لثقافه ابنك، ومهم قوي انه ما نربطش بس التعلم بعمليه المذاكره ووقت الدراسه، لكن التعلم ده يبقى العادي بتاع يومنا، ان احنا بنتعلم حاجه جديده، بناخد معلومه جديده ان شاء الله حتى من فيلم بنتفرج عليه، نلقط المعلومات ونخزنها في دماغنا ودماغ ولادنا. دي حاجه بتساعدنا نفتح معاهم حوارات بعد كده. اي مشهد في اي فيلم في اي برنامج باب جديد انك تفتح حوار مع ابنك وبنتك. اهم حاجه تبتدي بيها الموضوع ده انه انت تبقى عندك خلفيه كويسه عن الحاجه اللي انت عايز تحكي معاهم فيها.